بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم مننا أبدا يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم يا حبايبي. اللهم ديما نعم علينا واحفظها من الزوال. يا حبايبي مفيش أحسن من لمة العيلة يا ولاد والحبايب كده في اليوم الجمعة الجميل ده. يا رب يجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم أمين يا رب العالمين. لو الفيديو ده هيوصل لكم بقى، شوف هيوصل لكم امتى. انا قعدت بنزل فيديوهات متاخر يا جماعه، يا الله اعلم الصبح او بالليل. فيا رب المحتوى بتاع النهارده ينول اعجابكم وعند حسن ظنكم. طيب تعالوا النهارده هنعمل يا حبايبي ايه؟ نعمل محشي ما شاء الله، وهنعمل ايه؟ الفراخ الجميله اللي انتم شايفينها دي. عشان خاطر ايه؟ يعني هنجهز كلفة المحشي الاول زي ما بيقولوا كده. احنا ايه؟ هنحمر البصل، معانا حبيتين بصل متوسطين كده. وبعد كده معانا ايه؟ قرن رومي احمر وقرن رومي اخضر زي ما انتم شايفين كده، وايه ودبلناهم مع البصل. احنا مش بنحمر البصل او زي ما انتم شايفين. وبعد كده معانا طماطم ما شاء الله حمرا جميله اهيت، هنسبكها لحد ما شاء الله ما قامت تتسبك مع بعضها كده، ونحس ان هي ايه؟ بتأثر كده مع بعضها. هنبتدي بقى ننزل ايه؟ الطماطم بتاعتنا الجميله دي لحد ما اقول لكم ما تتسبك مع بعضها. هننزل بقى البهارات، ورق اللوري زي ما انتم شايفين. بهارات بقى الموجوده معانا ما شاء الله ايه؟ فلفل، كمون، كزبره ناشفه. يعني ايه لو بتحط بقى بابريكا، حاجات ايه في حاجات المحشي كده كل فما شاء الله كل واحد ليه ايه؟ خلطه معينه كده. وبعد كده هننزل بايه؟ معايا بصل، بيبقى معانا بصله اللي يعني مجهزاها كده، وبعد ما انا قطعتها باخدهم اضيفهم للصلصه دي عشان بالتقاله زي ما انتم شايفين كده. وبسيبها على النار لحد ما شاء الله ما تستبك جامد، وتحس ان ماشي مصيصه كده، يعني ايه بقت يعني ايه؟ الطماطم كده عامله زي الصلصه كده زي ما انتم شايفين. بنزل بقى، انا اول مره انزل بالخضره النهارده والثوم الاول. انا بنزل بالرز وبعد كده الثوم، بعد كده الخضره وبعد كده الثوم. فانا نزلت النهارده بالخضره والثوم، وبعد كده نزلت بالرز بتاعنا. الرز بتاعك بقى بتبقى غسلاه وحاطاه جنبك حسب ما بتحتاجي. يعني باخد لحد ما شاء الله ما اخلي لون الطماطم كده بتبقى لونها جميل زي ما انتم شايفين كده، بقلبها حلو. بعد كده بقى بنلفها ما شاء الله، بس في مقطع بقى وانا بلف الصراحه ما جاش معلش. طب تعالوا نعمل الفراخ بتاعتنا. عطينا صدمه في ميه مغليه الاول، وبعد كده بحمرها زي ما انتم شايفين قطعه قطعه كده زي ما انتم ايه متعودون دايما معايا. طيب بعد كده بحمر زي ما انتم شايفين تحمير حلو كده لحد ما شاء الله ما ايه بخلص الكميه اللي بتاعتي برصها كده في الحله. وبعد كده بنزل عليها بفلفل ورق لوري، فصين حبهان، فصين مستكه. وانزل بقى بميه المغليه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله الفراخ بتغلي بسرعه، وبحس كده انا بصراحه انا ازودها ميه سخنه. اي طيور لحم اي حاجه لازم تزودها الميه المغليه دي. احس ان الفراخ شوفها ما شاء الله تغلي كده بسرعه، وبتبقى يعني احس كده مش بتغيب كده على النار. لما الميه البارده لا لا بصراحه تعمل ريمه بقى وحاجات زي كده متبقاش حلو. والمحشي بتاعنا الجميل ده اللي ولعنا عليه ما شاء الله اخد لون جميل جدا. كان عندي برضو كميه صلصه صغيره كده ضفتها لها. وكان عندي ورق خاص زينت بيه الطبق زي ما انتم شايفين في الاخر كده. ورجعنا حمرنا الفراخ بتاعتنا القطع اللي انتم شايفينها دي، والشوربه الجميله دي. بصراحه دي فراخ انا مربيه يا جماعه لسه متوسطه صغيره كده وسط، مش كبيره قوي، بس بصراحه جميله جدا. ما بحبش انا الفراخ اللي هي بتبقى بتكبر وبتبقى توصل لحد ال40 يوم دي، لا يعني 35 يوم معقوله حلوه ما شاء الله. فالنهارده الفيديو لو وصلتوا معايا المقطع ده حطوا لي كومنت حلو كده ولايك جميل للفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي مشتركش لسه في القناه بتاعنا وداس على زر الاشتراك اشترك، دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. وده النهارده غدانا، يا رب دايما نعمه علينا واحفظها من الزوال امين يا رب العالمين. وكتر قوتنا وقوت المسلمين يا رب. لو دخلتوا حتى الفيديو وطلعتوا ولو بتكايه كده، يا رب كده ايه ما تنسوناش في اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه، وتتفاعلوا مع الفيديو يا جماعه عشان خاطر المشاهدات تبقى كويس يعني. بصراحه المشاهدات قليله جدا. يعني الفيديو منزلاه امبارح عامل لي ايه مش عارفه حاجه ما تذكرش خالص. يعني اقول لكم ما كملش 10 ازاي يعني فيديو كده من امبارح لحد دلوقتي. بصراحه اقول ايه ما فيش مشاهدات خالص يا جماعه. فحاولوا تفاعلوا مع الفيديو كده عشان ايه في الفيديو ايوه، عشان خاطر المشاهدات تبقى كتيره واستفيد منها يا جماعه. يا رب الفيديوهات بتاعنا تنقل عجبكم النهارده، والمحتوى ده ينقل عجبكم النهارده ويبقى عند حسن ظنكم. واشوفكم دايما على خير يا رب. مع السلامه.